في الفيلم ده طالبة بتدخل في علاقة مع المدرس بتاعها وبيخسر حرفيا كل حياته. بيبدأ الفيلم بكريس وبنته رايلي، وكريس بيشتغل في مدرسة ثانوية وده بيكون أول يوم ليه في المدرسة. لكن رايلي مش بتكون مبسوطة عشان باباها مدرس في نفس المدرسة بتاعتها. ودي كايلا طالبة في المدرسة وبتصور الطلبة عشان تحط الصور في الكتاب السنوي الخاص بالمدرسة. وبيدخل كريس الفصل في أول يوم ليه، وبيلاحظ تريشا مطلعة التليفون بتاعها وهو بيشرح، فبيحاول يخلي أول يوم ليه خفيف على الطلبة وبيطلب منهم يطلعوا التليفونات بتاعتهم. وبيقرب من كايلا، ولما بيتكلم معاها بيلاحظ إنها مثقفة وذكية ومختلفة عن باقي الطلاب. وبعد ما الحصة بتخلص كايلا بتروح تتعرف على رايلي وبتعرف إنها بنت كريس. وبعد ما اليوم الدراسي بيخلص كايلا بتراقب كريس وبتصوره. ولما بيرجعوا البيت رايلي بتقول لباباها إنها اتعرفت على كايلا، وبيكون مبسوط عشان قدرت تكون صداقة في أول يوم ليها في الدراسة. ودي جيس مامة كايلا، وبتكون داخلة في علاقة، وكايلا بتكون عايزة تعرف مين الشخص اللي داخل معاها في علاقة، لكن مامتها مش بترضى تعرفها. وبعد ما كايلا بتدخل عشان تنام بتحلم إنها دخلت في علاقة مع كريس، وبتقرب أكتر من رايلي وبتكون عايزة تعرف معلومات عن كريس، وبتعرف إن مراته كانت بتخونه كتير لحد ما انفصل عنها ورايلي قررت تعيش معاه. وبتفضل تحكي لكايلا ومش بتكون عارفة النوايا بتاعتها. ولما بتسيبها وتروح الحمام كايلا بتروح الأوضة بتاعت كريس وبتحضن الفرشة بتاعته. ودي تراشا بتكون معجبة بكريس، ولما بتحاول تلمح له بيحرجها. وأول ما بتعرف إن رايلي بنت كريس بتبدأ تقرب منها وبتكون عايزة تخرج معاها عشان يتعرفوا أكتر على بعض. لكن كايلا بتكون مراقباهم وبتحذر رايلي منها، ولما مش بتصدقها بتقولها إنها دخلت في علاقة مع مدرس تاريخ واتسببت في فصله من المدرسة. ولما بتعرف كايلا إن عيد ميلاد رايلي قرب بتطلب منها تعمل حفلة في البيت بتاعها، ورايلي بتكون خايفة باباها ما يوافقش، فبتقولها تعمل الحفلة من غير ما تجيب بيرة. وبتقفل مع رايلي المكالمة عشان بتكون عايزة تعرف مين الشخص اللي مامتها داخلة في علاقة معاه. وأول ما بتفتح الباب بتلاقي كريس هو اللي داخل في علاقة مع مامتها. وكايلا بتكون حاسة بالغيرة من علاقتهم، وعشان ما يقدروش يخرجوا برا البيت بتملى زهرية الورد بالمية وبتكبها على كريس. وبعد ما بتعتذر له بتقول لهم انهم يقدروا يقعدوا في البيت وهي مش هتضايقهم. وبتقرر كايلا تفضل قاعدة معاهم، وبتلاحظ ان محدش فيهم مديها اي نوع من الاهتمام، فبتروح الأوضة بتاعتها. بعد كده بتنزل وهي بتصرخ وبتقول لهم ان في شخص كان بيبص عليها من الشباك. وطبعا هي قالت كده عشان تقدر تقرب من كريس وتقعد معاه لوحده. وتاني يوم كريس بياخد كايلا في طريقه للمدرسة هي ورايلي. وكايلا بتكون متضايقة من رايلي عشان خرجت تقابل تراشا بعد ما حذرتها منها. وتراشا بتحاول توقع ما بينهم وبتفضل تقول لرايلي ان كايلا معجبة بكريس. ولما كايلا بتسمع الكلام بتنفيه، وبتدعي ان تراشا هي اللي بتكذب، وبتروح تهددها وبتقولها انها لازم تبعد عن رايلي. ولما كايلا بتلاقي تراشا واقفة في طريق علاقتها برايلي بتقرر تاخد شوية نوتز لنفسها وبتحط الصور في الخزنة بتاعتها. وبتفتح الخزنة والصور بتقع وبتمثل ان ملهاش اي علاقة بالصور، وكل ده عشان تحاول تلفت انتباه كريس ليها. ورايلي بتشوفهم مع بعض. ولما كايلا بتقعد مع مامتها بتشوفها مبسوطة ومتعلقة بكريس وبتحبه، فبتقولها انها مش لازم تسكت لو شافت في كريس اي غلطة. ورايلي بتقرر تسامح كايلا وبتعتذر لها. ولما بتقولها ان كريس دخل في علاقة مع مامتها بتتأكد ان تراشا هي اللي معجبة بيه مش كايلا. بعد كده كريس بيوصل كايلا البيت بتاعها، بس بعد ما بيدخل بتمسك تليفونه وبتلاقي رسائل مبعوتاله من تراشا، فبتوريها لمامتها. وبتنجح كايلا في إفساد العلاقة بتاعت كريس ومامتها. وبعد ما بيخرج كايلا بتتكلم معاه، فبيحاول يبرأ موقفه وبيقولها انه ملوش علاقة بتراشا. بعد كده بتبدأ تقرب من كريس، لكن بيرفض يدخل معاها في علاقة. وكايلا بتكون هي اللي بعتت رسايل من تليفون تاني وبتكسر التليفون عشان محدش يعرفها. وتاني يوم تراشا بتحاول تلفت نظر كريس، ولما كايلا بتلاحظها بيكون معاها معطف بتاع كريس وبتقوله انه نسي امبارح لما كان عندها في البيت. وتراشا بتتضايق وبتفتكر انه داخل في علاقة معاها. وبعد ما وقت الحصة بينتهي كايلا بتقرب من كريس وبتكون عايزة تلفت نظره وتعبر له بمشاعرها بأي طريقة. لا بلاش كده، بلاش كده. ولما بتروح مامتها بتقولها انهم لقيوا موبايل مكسور وفيه الصور بتاعتها اللي انتشرت في المدرسة موجود في الخزنة بتاعت تراشا. ورايلي بتقرر تعمل عيد ميلادها،
ولما كايلا بتروح بتدي لرايلي ازازة خمرة، بعد كده بتسيبها وبتقرر تروح لكريس وبتحاول تقرب منه وبيرفض في البداية، لكن بيدخل معاها في علاقة ورايلي بتشوفهم مع بعض. وكايلا بتتضايق عشان هيروح لرايلي ويسيبها لوحدها، ورايلي بتقول لجيس إن كايلا داخلة في علاقة مع كريس، فبتيجي تضرب كريس وبتاخد كايلا وبتمشي. ولما جيس بتتكلم مع بنتها بخصوص الموضوع، كايلا بترد وبتقول لها إنها بتحبه وعندها 18 سنة وحرة في أي حاجة هي بتعملها. ورايلي بتقعد مع باباها وبتقوله إنه ممكن يخسر حياته المهنية وهي كمان ممكن تخسر حياتها. وبيرد كريس عليها وبيقولها إن حياته كانت صعبة بعد خيانات مراته ليه المتعددة، وبيكون ندمان على اللي هو عمله. ورايلي بتقرر في النهاية تسامحه، وكايلا بتحدد ميعاد مع تراشا وبتقابلها وبتقولها إنها مش هتقدر تاخد كريس منها، وبتكسر صباعها في الكرسي. ولما كريس بيشوفها بيكون فاكر إن تراشا هي اللي عملت كده، فبيتصل بالشرطة وبتيجي عشان تاخد تراشا. وكايلا بتروح المستشفى ورايلي بتتكلم معاها وبتقولها إن علاقتها بكريس انتهت ومفيش حاجة بينهم. وكايلا بتستعطف رايلي وبتطلب منها تصور مباراة كرة الطايرة للبنات، وبتقولها إنها هتعمل كده عشان الفريق مش عشانها هي، وبتوافق رايلي وبتاخد منها الكاميرا. ولما كريس بيدخل عشان يودعها بتكون فاكرة إن علاقتهم ببعض لسه منتهتش، وكريس بيقولها إنه لو اضطر يسيب الشغل بتاعه عشان ينهي علاقتهم ويفضل جنب رايلي في مقابل إنه يبعد عنها هيعمل كده. وفي الوقت اللي رايلي بتغطي فيه مباراة الطايرة، كايلا بتقطع النور فجأة وبتظهر لرايلي وبتطعنها بالسكينة. بعد كده بتروح لكريس وبتكون عايزة تقتله، ولما كريس بيقلق على رايلي بيدفع كايلا برجله، لكن بتخبطه في الترابيزة لحد ما بيغمى عليه. وعامل النظافة لما بيسمع صوت دوشة بيدخل، بس كايلا بتكون خبت كريس، لكن وهو خارج كايلا بتخرج وراه وبتقتله، وبتفضل تجري ورا رايلي لحد ما رايلي بتوقعها وبتفضل تضرب فيها لغاية ما بتفقدها الوعي. وكريس ورايلي بيقرروا يبدأوا بداية جديدة في علاقتهم، وكمان بيختاروا مدرسة جديدة ليهم. وبيخلص الفيلم.